في سلسلة اتيكات فرجة هنتعلم في كل مرة واحدة أو أكتر من قواعد الاتيكات بسهولة وسرعة ومن غير تعقيد، واللي بيها هنقدر نتعامل مع الناس ونتصرف قدامهم بأفضل شكل ممكن. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن التصرف المثالي لما حد يتكلم معاك بطريقة فظة أو وقحة، أو يتصرف معاك بشكل مش كويس في مكان عام، أو حتى لو وصل الأمر إنه يشتمك أو يتعدى عليك. مهما كان تصرف الشخص ده هنقولك إزاي تتصرف أنت بشكل راقي ومهذب، تستخدم قواعد الاتيكات وفي نفس الوقت تاخد حقك وتوقفه عند حده. بطبيعة الحال أول ما حد يتعدى على أحد حقوقك بأي طريقة بتنفعل بشكل لا إرادي، وبتكون جواك رغبة عارمة في افتراس الشخص ده للحظات. وهنا يجي دور الاتيكيت، لازم في ساعتها تقف للحظة وتاخد شهيق وزفير بعمق وتتخلص من الأفكار الانتقامية اللي جواك، واللي لو حاولت تنفذها هتبقى شخص غير مهذب في عيون الناس. ده هيخليك تقدر تتصرف بحكمة وعقل من غير ما رغبة الانتقام تكون مسيطرة عليك. دايما وابدا افترض حسن النية لتصرفات الناس. دايما قول لنفسك ان الشخص ده مش قصده يضايقك، والشخص اللي اخد مكانك في الطابور كان فاكر ان نهاية الطابور هنا، وان اللي خبطك كان في حاجة في عينه خلته مش شايفك. الافتراضات دي حتى ولو انا وانت عارفين ان مش كلها هتكون صح، لكن هتجنبك انك تظلم حد. وفي مئات القصص لناس صاحوا وزعقوا في اللي تعدوا على حقوقهم، وبعدين اكتشفوا انهم مش بيشوفوا او مش بيسمعوا، او فعلا ما كانش قصدهم. فخليك كريم واحسن الظن في الناس الاول، سواء بقى كان الشخص ده يقصد ولا لا. وبعد ما احسنت الظن بيه وما بقاش جواك الرغبه في انك تنتقم منه او تزعق له، كلمه بابتسامه وبنبره هاديه، ونبهه على انه ما خدش باله من انه تعدى على احد حقوقك دلوقتي، واطلب منه انه يعتذر او يتراجع عن اللي عمله لو انت حابب انه يعمل كده، او ليك الحق برضه انك تتنازل له وتسامحه لو انت طالبه معاك بكرم قوي. بقى اكتر من 80% من الناس بيتاسفوا فورا ويتراجعوا عن اللي عملوه بعد ما حد يكلمهم بطريقه كويسه كده، حتى لو كانوا قاصدين انهم يعملوا كده في البدايه. وفي النهايه هو ده اللي انت عايزه. وعلشان مش كل الناس محترمين، وارد انك تقابل اشخاص مصممين انهم يضايقوك ويتعدوا عليك وعلى حقوقك، وهتدرك من اللحظة الاولى ان الابتسام واللطف مش ممكن ينفع معاهم. وهنا يبقى قدامك اختيارين، انت اللي تقرر تعمل انهي واحد فيهم بناء على الموقف نفسه وظروف المكان. الاول بيكون انك تحتفظ بهدوءك وتتجاهل تماما الشخص ده واللي عمله، واللي بيتطلب نضوج كبير منك. الحل التاني هو انك تشير للي حصل بالكلام بنبرة صوت واضحة ولكن مش عالية. فمثلا لو الشخص ده لقيته بيستخف بيك قدام الناس، قول له هو انت ما تعرفش انها قله ذوق انك تعمل كده؟ محدش علمك ان ده مش من الادب؟ وطبعا مش محتاجين نشير انك لازم تطلب تدخل الامن اللي في المكان لو حاول الشخص ده الاعتداء عليك جسديا. الاهم ان كل ده يحصل بهدوء ومن غير انفعال، وخليك فاكر انك ممكن تخسر نظره الناس ليك لو انسقت وراء انفعالك ورغبتك في الانتقام. من غير رغي كتير، لايك وسبسكرايب وشير. يلا سلام.